السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد، فيديو خاص لطلاب أولى وتانية ثانوي. طبعا بقالي كتير ما نزلتلكوش حاجة أو ما نزلناش حاجة عنهم أصلا. وده طبعا بعد ما النتيجة ظهرت وكله الحمد لله بنسبة كبيرة نجح. وألف مبروك طبعا لكم كلكم. طبعا كنت سبقت وهنيت قبل كده كل الطلاب بالنجاح. عايز بس أوضح حاجة عشان في ناس لحد دلوقتي لسه بتسألني أو لسه بتستفسر من طلاب أولى ثانوي ومن طلاب تانية ثانوي. بالنسبة للنتيجة أو بالنسبة للشهادة، كل اللي نتيجته طلعت ناجح. كل اللي نتيجته طلعت ناجح، حتى لو جايب في مادة دور تاني أو لو حتى في الدور الأول أو في الترم الأول كنت جايب في مادة درجة الرسوب. لو جبت حتى صفر في الترم الأول وصفر في الترم التاني بس نتيجتك طلعت وظهرت لك كده أيا كانت الدرجة والألوان فأنت ناجح. اي حد نتيجته ظهرت سواء اولى او في تانية ثانوي ناجح. كان معاك مادة الترم الاول، كان معاك مادة الترم التاني، كان معاك اي حاجة في الدنيا فانت ناجح ادام نتيجتك ظهرت لك. بالنسبة للطلبة اللي نتيجتهم ما ظهرتش فدول معاهم مشكلة او عندهم ايه، عندهم مشكلة في ماده مثلا ما وصلتش، ما امتحنتش ماده، كنت غايب في ماده في الترم الاول او غايب في ماده في الترم الثاني، او كان في حصلت لك مشكله تقنيه او عطل فما قدرتش تخش، فانت بالتالي بتخش على رابط الشكاوي وتشتكي. ومش شرط ترسب، يعني هو في ناس بتتقابل شكواهم وبينجحوا عادي ادام انت قدمت شكوى او عذر مقبول يعني فبتنجح. كده كده الوزير عايز يريح دماغه من اولى وتانية ثانوي لان في لسه موضوع كبير بتاع تالتة ثانوي اللي جاي الايام اللي جاي، يعني الامتحانات بتاعتهم. فاولى وتانية ثانوي كل الناس ناجحين. كل اللي طلعت لهم النتيجه، كل اللي طلعت لهم النتيجه ناجحين. لكن الناس اللي ما طلعت لهمش نتيجه وراحوا يعملوا شكاوي هيبقى معظمهم اكيد ناجح، وشويه صغيرين بس هم اللي هيخشوا الدور التاني. ده لو انت غايب بمزاجك يعني، او الترم الاول في ماده ما حضرتهاش او الكلام ده كله. وفي الاخر في الاخر كده كده هتنجح يعني، ما تقلقش. الدور التاني هتخش وهتعمل اي حاجه هتجيب اي درجه فهتنجح. تمام. عايزين نتاكد تاني او اكد تاني على النقطه دي عشان الناس اللي بتسالني وانا جايب صفر، طب انا جايب اقل مش عارف من كام، طب انا جايب ايه. الناس اللي لسه متخوفه وبتسال دي، لا، كل اللي جايب نتيجه او كل النتيجه طلعت له سواء كنت جايب ملحق الدور الاول او الترم الاول او الترم التاني جايب ماده فيها صفر حتى ايا كان، فانت ناجح ومنقول للسنه الدراسيه اللي بعدها. ده اللي انا كنت حابب اوضحه وحابب ان انا اقوله. بس وحشتوني جدا والله يعني، فقلت اعمل الفيديو ده. ان شاء الله خير واشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله بفيديوهات احسن من كده، وفيديوهات فيها كلام اهم من كده ونصايح للي طالع تالتة ثانوي ان شاء الله، فيديوهات جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.